الساعه الصراحه 3:30، بس انا يعني صاحيه من الساعه 12 كده. بس انا بستعد استعداد قوي لرمضان ان انا ما بصحاش بدري. انا لبست البلوفر ده فوق اللي انا كنت لابساه في البيت علشان هنزل اجيب زبادي، عشان هنحتفل بقى باخر فطار هفطره قبل رمضان باذن الله. فهنزل اجيب زبادي ونعمل فطار مع بعض، وهوضب الدنيا شويه عشان المهزله اللي انتوا شايفينها دي. بس الشمس حلوه ازاي. جبت الزبادي، بس انا كمان ما عنديش مكسرات فبدور على مكسرات اجيبها. انا في العادي بجيب مكسرات ميكست جاهزه وبعد كده بحطها، بس هنا ما فيش ميكست، فغالبا بقى هجيب لوز بس وبعد كده بقى اطلب اونلاين. انا كنت فاكره ان انا طلبت امبارح، بس من واضح ان انا ما طلبتش. انا نظفت المواعين، غسلت المواعين، دلوقتي بقى هعمل الفطار. انا لسبب ما الحاجات اللي هي زي فريندز وزاينفيلد ومش عارفه ايه بيبقى فيه صوت كده جماهير بتضحك ورا، صح؟ بتحسسني براحه نفسيه. فانا دلوقتي مشغله حلقه انا ما اتفرجت عليها قبل كده بس عشان الصوت. بتحسسني ان انا في بيت، مش عارفه اشرح لكم ازاي. انا دايما متعوده ان انا بجيب النوع ده، لكن ما لقيتش جريك يوجرت النوع ده. دي حاجه غريبه قوي، اول مره يحصل الموضوع ده. انا قلت الموضوع ده كتير قوي، فهجربه. مش عارفه يمكن يكون حلو، بس انا دايما بخاف انه يكون عليه سكر، فعلشان كده ما بجيبوش. بس انا قلت بقى مش مشكله، يعني المفروض ان انا اجرب واشوف ايه اللي هيحصل. يعني باقي عندي شويه زبادي لسه في ده، فهحطهم. انا عندي مشاعر كتير قوي مختلطه لان رمضان داخل. انا بجد بجد من اكتر الفترات اللي انا ما بحبهاش هنا في كوريا هي رمضان. مش عشان رمضان بحس بيه ان هو وحش هنا، على قد ما انا ببقى مفتقده حاجات كتير قوي. وعلى فكره في الدول العربيه التانية مش بيحتفلوا برمضان زينا كده، او ان هما ما بيبقاش عندهم حاجات معينه بيعملوها في رمضان زينا. احنا في مصر رمضان عندنا بجد بيفرق في كل حاجه، بجد من ناحيه يعني المطاعم والحاجات اللي احنا بنعملها بالليل وكل الكلام دوت ولمه العيله ومش عارفه ايه. هما ما بيبقاش عندهم الموضوع قوي كده. ده اللي انا سمعته يعني من صحابي العرب اللي عايشين هنا، فانتوا صححوني لو انا غلطانه. بس انا عارفه ان هو ممكن يكونوا بياكلوا مع بعض تجمعات عائليه الكلام ده، لكن مش زينا كده في مصر، زي اللي هي الخيام ومش عارفه ايه بتحسوا، والمسلسلات والاجواء دي مش موجوده غير في مصر. وزي ما قلت لكم كده ده اللي انا سمعته منهم يعني. بس فانا بجد بفتقد مصر في رمضان بطريقه مش طبيعيه، وخاصه ان دي هتبقى ثالث سنه. فانا بجد 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 يعني مشتاقه جدا لرمضان في مصر. تقريبا كده والله اعلم هيبقى مسكر، عندي احساس قوي جدا بالموضوع. بس هي حاجه كويسه ان انا اصلا هعمله في حاجه مسكره. بس هو حاطين عليه سكر وحاطين عليه سكر كتير كمان. مشكله كبيره عندهم في كوريا بجد. المفروض ان ده جريك يوجرت عادي جدا، حاطين عليه سكر كتير قوي. نحط معلقتين بس عشان ما يبقاش طعم الزبادي العادي. النهارده المفروض ان شاء الله ان انا هتسحر. عماله افكر هتسحر ايه من دلوقتي اصلا. بفكر اجيب بيض وجبنه. مش عارفه لو هلحق اجيب فول بصراحه. هشوف يعني، هحاول. اللوز ريحته حلوه عامه. انا اخترت واحده كانوا مخبيينها ورا عشان هي اجدد واحده. انا هحاول اكلم صحابي المصريين اللي هنا او العرب يعني عامه، واحاول اعمل معاهم حاجات على قد ما اقدر في رمضان، على اساس ان الموضوع يعني يتحسن شويه ومبقاش حاسه قوي بالغربه. بس انا عامه سالت صاحبتي المصريه اللي هي منى، مش عارفه لو انتوا عارفينها. قلت لها لو هيعملوا اي حاجه اول يوم رمضان، وعندي امل ان شاء الله يعني ان احنا نفطر مع بعض اتليست. وحتى لو هم مش فاضيين او هيعملوا حاجه تانية، بفكر برضه اكلم حد من صحابي، مش شرط يكون حد مسلم، افطر معاه. عشان حاسه ان هي هتبقى حاجه حزينه قوي لو انا فطرت اول يوم رمضان لوحدي. انا مش عايزه اعمل كده بصراحه. بس شكلي في الشمس. انا في منتهى السعاده بجد. بص الشمس كده. وزنجر طعمها جامد قوي، عشان هما غالبا هما اللي عاملين العيش، فبجد طعمها جامد قوي. تحسوا العيش فريش قوي وطعمها حلو، عامله زي الكبده بتاعه البيت كده.
البطاطس محطوط عليها توابل البطاطس زي بتاعت مصر، ودي طحينه. موضوع جامد قوي بجد. بصوا ادونا عناب هديه كيوت قوي والله. يا جماعه ده كركديه بجد، عاملين كركديه بجد والله، انا سعيده جدا. واو هاي واو. جبنا بسكوت من محل تركي، بصوا شكل زي البوتي فور بالظبط بتاع مصر. انا سعيده جدا بجد. بصوا ملون ازاي. انا بفطر وبتفرج على حاجه عشان احنا طلع عندنا رمضان لسه بكره ان شاء الله. وانا شويه وهلبس وانزل بقى اجيب الحاجات من ايتاوان عشان رمضان باذن الله. حلو حلو. انا لبست علشان انزل اجيب الحاجات بتاعه رمضان. كنت عماله انام واصحى عشان السحور. زي ما قلت لكم كده هو اتاجل يوم رمضان، فانا نازله اجيب ده. اللي انا قلت لكم عليه. بصوا الباكجينج بتاعت الشركه دي بجد رهيبه اهو. بصوا بيعمل لون بينك كده مش بيعمل لون محمر. فيلا بينا ننزل نجيب الحاجات. المفروض ان هو بيفضل فاتح لحد الساعه 12، يا رب بس يكون ده صح. بس هي الساعه دلوقتي 8 وشويه، فحتى لو هو بيقفل الساعه 10 هنلحق نصايه كده ولا حاجه، فربنا يستر. النهارده الجو دافي قوي اكتر مما تخيلت. انا كنت قاعده طول اليوم في البيت فما كنتش عارفه ان الجو دافي كده. شكل العمارات حلوه قوي. انا وصلت ايتاوان. ايتاوان المكان فيه اكتر الحاجات اللي هو فيها عرب اتراك مسلمين الكلام ده، فعشان كده دايما لو عايزين نجيب اي حاجه من الحاجات ديت بيبقى هنا دوت المكان اللي هتلاقوا فيه اغلبيه الحاجات، السوبر ماركتس والمطاعم وكل الكلام ده. اسمها ايتاوان ده اللي مش عارف يعني. غالبا لما هدخل يمين من هنا هيبقى عند السوبر ماركتس. انا دايما بتلخبط مع اني باجي كتير. بصوا يعني في مطعم اسمه ذا حلال جايز، وحتى في برضه مطعم كوري حلال، في حاجات كتير قوي حلال. وفي كافيه فتح جديد اسمه كليوباترا، انا كنت عنده امبارح اهو هناك. مش عارفه لو انتوا شايفين، بس انا هعمل زوم ان. ده مصري بيقدم حاجات زي الكافيهات المصريه، وانا سعيده بيه جدا بجد. دي مطاعم تركي اتنين جنب بعض. مطعم هندي حلال اهو. السوبر ماركت اسمه فارين فود مارت، وده كمان. انا اول ما باجي ايتاوان بحس ان انا خرجت بره كوريا. كميه اجانب مش طبيعيه، وحتى الكوريين اللي هنا الستايل بتاعهم مختلف عن الكوريين في بقيه كوريا. الدنيا زحمه عشان رمضان. انتوا مش متخيلين انبسطت قد ايه ان انا شفت الضحى، بس بعد كده لقيت مفيش غير زعتر بس. اللي هو عادي ممكن اجيبه من اي حته تانية، بس انا برضو ستيل سعيده ان انا شايفه الماركه نفسها. وفي ماجي بس مش المصريه يعني. بصوا في خلطه بانيه. واو. مش عارفه اجيب انهي فول. اجيب واحد بالكمون وواحد بالطحينه. انا لقيت زبده. جبنا فيتا. كان في ملوخيه لما جيت من كام يوم وخلصت للاسف، وانا حزينه جدا بجد. بصوا مكانها. بصوا دورت شويه ورا ولقيت واحده مستخبيه. سعيده جدا. بصوا في تمر هندي، بس انا هشوف كده انا هبتدي رمضان ازاي، وبعد كده لو حسيت ان انا عايزه اشرب تمر هندي هبقى اجيب واحده ان شاء الله. انا بحب التمر هندي جدا عامه، بفكر اجيب واحده وخلاص مش هخسر حاجه صح. انا هجيب بيض قبل ما انسى. لقيت فلافل بس مش هجيب. ده لبن طازج اللي هو لبن رايب يعني. هاخد اتنين. عندهم ساسج حلال وعندهم لانشونات حلال، بس كلها معرفش ايه نوعها والكميه كبيره، فانا خايفه خاطر ويطلع طعمها غريب. انا حاسه ان ده لو عملته مثلا مع مكرونه وخضار وكده، حاسه ان هو هيبقى تجربه جديده لذيذه. مش عارفه اعمل كده ولا ايه. انا هجربه خلاص. في كمان بقى فرايد تشيكن حلال اللي هي زي كوكي ومش عارفه ايه اللي احنا عندنا دولت في 3 شيفs وكده. فالموضوع لذيذ والله. عامه هم زودوا قوي الحاجات، ما كانش في كل الكلام ده. تمر. انا محتاره جدا. التمر كله شكله حلو قوي، انا بحب قوي التمور الغامقه. بس ده اسود ازاي؟ انا كنت جربته قبل كده، بس انا كمان مش شايفه الاسعار فمش عارفه احدد. وده كيلو فكتير قوي، وصاحبتي كانت هتديني تمر المفروض، فانا بفكر اجيب علبه صغيره بس مؤقتا. ده النوع اللي انا بحبه، انا متاكده من الموضوع ده، بس انا كنت عايزه اجرب حاجه جديده. ده بيبقى طعمه حلو قوي مع اللبن، بس انا مش عارفه لو ده كمان هيبقى طعمه حلو مع اللبن. انا بجد محتاره قوي. مش عارفه.
في تين مجفف كمان، نايس. انا قلت هجيب دي الاول وبعد كده نحاول بقى نحل الموضوع ده مره تانية ان شاء الله. انا لقيت جرجير، انتوا مش متخيلين انا قد ايه سعيده. بتسحر بيه النهارده بقى. هدي ده براند غالبا مصريه، ففي حاجات كتير قوي من الحاجات المصريه، رز مصري، وكمان اسمه ايه ده، بليله انا جبتها من عنده برضو، ومش عارفه في حاجه تانية رز مصري برضو. دقيق. انا حاسه ان الدنيا هتتقل مني قوي، فكده كفايه خالص، انا مش هجيب اي حاجه تانية. في بسبوسه. بس انا يعني مش ناويه اعمل بسبوسه. عايزه ابقى اجي اجيب زيت زيتون حلو من هنا، بصوا شكله جامد قوي. ده اللي انا كنت بدور عليه. بصوا عندهم لوبيا، في لوبيا وفي عدس وفي الفاصوليا الحمراء، في حاجات هناك كتير. انا بجد خايفه قوي من الفلوس اللي انا هدفعها. انا خلاص خلصت. انا جبت ساندوتش من عند محل تركي اسمه تقسيم. بس هاكله بقى اساسا، يعني اساسا انا حاسه ان انا هاكل من هنا وبعد كده اتسحر تاني، بس ايا يكن يعني هتفرج على حاجه. ده ساندوتش كباب فراخ. هما دايما بيبقى عندهم لحم اللي هو خروف، وبرضه عندهم فراخ، وبيحطوا سلطه كتير وخليته يعملوا لي سبايسي، بس شكله جامد قوي بجد. بحب ان هما بيحطوا فيه بصل ني كمان. انا سعيده جدا. من قبل ما اكل اصلا، جعانه جدا جدا جدا. حلو قوي حتى وهو ساقع. متشوقه جدا عشان اكلم عيلتي بعد الفطار ان شاء الله بتاعهم يعني، واسالهم بقى هم هيتفرجوا على ايه وكده عشان نتفرج عليه مع بعض. بس هم اغلبيه الوقت بيتفرجوا على حاجات مش اللي انا هحب اتفرج عليها اصلا، بحب الحاجات التافهه. من زمان بقى بيتفرجوا على الحاجات اللي هي دراماتيك قوي، بس للاسف شاهد مش شغال عندي على اللابتوب عشان الويندوز بتاعي قديم، فانا حزينه جدا، بس يعني هشوف حل ان شاء الله. انتوا غالبا شفتوا اغلبيه الحاجات اللي انا جبتها، لكن انا هوريكم تاني. جبت جرجير وشبت، وجبت كمان زبده دي انا وريتها لكم صح، وسيبوا نطلعها فوق عشان كده هقعد انزل واطلع كتير. وجبت حاجه مهمه جدا، جبت سمنه ب 10000. انا دايما كانت بتبقى ب 20000 فكانت بتبقى غاليه قوي، لكن هنا الحمد لله في سول ارخص شويه، بس انا مش عارفه افتحها ازاي، محتاجه اجيب فتاحه. وجبت كمان فول، جبت علبتين فول، واحد بالكمون وواحد بالطحينه. وجبت طماطم عشان احطها على الفول، عشان كمان احطها على الجبنه. جبت تمر هندي انا وريتهولكم، جبت عيش وريتهولكم برضو. وجبت سجق، جبت سجق اللي هو هبقى اجربه مع المكرونه ان شاء الله يبقى حلو. دي علبه الفول التانية. وجبت ايه تاني، جبت اللبن الرايب ده، وجبت تمر. كل ده انتوا شفتوه قبل كده صح؟ انا حاسه انا بعيد نفسي بس مش مشكله، زادت اكيد. الجبنه الفيتا والبيض غالبا دول اللي انا هاكلهم النهارده ان شاء الله مع الجرجير وكده. اللحوم بقى دي اللي ما وريتهالكوش، انا جبت فرخه بس المفروض ان انا هقسمها واحطها في الفريزر. وجبت لحمه مفرومه برضو هقسمها ان شاء الله. وجبت كمان قطع لحمه علشان اعمل بيها شوربه، يعني نفسي قوي اكل شوربه لحمه عادي كده وجنبها رز وسلطه، بس فجبت عشان اعمل بيها شوربه. بس فدولت بقى هقسمهم ان شاء الله واحطهم في الفريزر، بس يا رب يكون عندي مكان في الفريزر. اصلا من الاسباب الرئيسيه اللي خلتني ادفع فلوس كتير هو ان كل حاجه الكميات بتاعتها كبيره، زي ما انتم شايفين ده مثلا ممكن استخدمه على 3 مرات، الفراخ برضو على 3 مرات، اللحمه على 3 مرات المفرومه والثانيه، فكل حاجه الكميات بتاعتها كبيره قوي. دي مثلا شروه ايه ده، دي طلعت اللي هي بتتفتح كده. دي مثلا حاجه هقعد بيها كميه محترمه من الوقت. الفول برضو هقعد بيه 4 أو 5 مرات، فيعني عشان كل حاجه يعني لقدام، فانا بستثمر الفلوس اللي انا دفعتها ديت في ان انا هحوش الاكل ده. انا الحاجات دي كلفتني 113000، دي فلوس كتير قوي. بالنسبه لي ان انا ادفعها مره واحده كده، بس يعني انا قعدت اقنع نفسي لان ده استثمار لفتره معينه. فانتوا معلش بقى حولوا عشان تعرفوا الحاجات اللي انا جبتها ديت تكلف 113000 وون، كلفت كده. انا قسمت اللحمه المفرومه على 2، وقسمت على اللحمه دي على 2، والفراخ باذن الله هتبلها بكره ان شاء الله، بعد كده اشيلها. انا شغلت MBC مصر وانتوا مش متخيلين قد ايه سعيده عشان انا قادره اسمع الاعلانات بتاعه رمضان وكل ده. انا مقفله النور بس انا هفتحها تاني دلوقتي واعمل السحور المفروض. هو ناقص ساعه على الفجر وانا كنت قاعده ما بعملش حاجه، بس زي ما انتوا عارفين انا بحب ازنق نفسي، انا كنت فرشه هنا الحاجات.
هلمها ان شاء الله. طماطم. بفكر اعمل جريمه واعمل بيض بالسمنه. وهنحتاج كمان العيش، والجبنه والبيض والجرجير، بس انا حاطاه في التلاجة. هاكل الجبنه وجنبها طماطم وجرجير وبيض معمول في السمنه وعيش، بس كده. يلا بينا. استنوا نشغل حاجه كده عشان نحس برمضان. بصوا لقيت ايه؟ الاغنيه اقصد يعني. انا مش عارفه انا هعرف افتح البتاعه دي ولا لا. لا، انا خايفه اكسر السكينه، فخلينا ندور على طريقه تانية. ممكن اجرب معلقه عادي. لا برضه. مش عارفه افتحها ازاي. ممكن مقص. يعني احاول افتحها وكده اصور. انا عرفت افتحها الحمد لله. أوه. مش سالكه السمنه دي بجد. هي الحمد لله فتحتها، وانا حطيت بتاعه تسخن. اول ما تسخن بقى احط السمنه، وبعد كده نحط البيض ان شاء الله. هقطع هحاول برضه افتح الجبنه دي واخد منها حتتين كده، واغسل شويه جرجير واقطع طماطم. انا مش قادره اتخيل طعم الجبنه دي هيبقى عامل ازاي بصراحه. واصلا انا مش عارفه كمان ايه بلد المنشأ بتاعتها. بلد المنشأ تركيا، فمش عارفه بصراحه تبقى حلوه ولا ايه، بس هنشوف يعني. ربنا يسهل ان شاء الله وتبقى حلوه. بس تحسوا ان هي كده يعني مصروف عليها. هي الطاسه سخنت خلاص، انا وطي عليها النار شويه عشان حاسه ان النار عاليه قوي. احط شويه سمنه، يا رب تكون سمنه حلوه. احط حته كمان. معلش بقى كتير ما جبتش سمنه. مع اني لسه راجعه من مصر، بس انا السمنه دايما بتوحشني. مش عارفه برضو البلد المنشأ بتاعتها ايه بصراحه. فين؟ مش عارف. طلعت اماراتي، فدي حاجه كويسه. ان شاء الله بقى تبقى حلوه. وانا حاسه انا حطيت كتير شويه. مش مشكله، فدايه. انا هعمله بيض متقلب كده، مش اللي هو مش اومليت ولا حاجه. عشان كده انا بحبه بالسمنه. هعمل بيضتين بس. احط ملح وفلفل. حطيت ملح كتير بتاعي. المفروض اقلبه. انا تقريبا نسيت بيتعمل ازاي، الباقي كتير قوي ما عملتوش اصلي. اللي هو البيض المتقلب كده ده. مش المفروض ان انا اكون بقلب بمعلقه حديد التيفال، بس مش مشكله. كنتش المفروض ابتدي بالبيض، كنت المفروض ابتدي بالجبنه الاول عشان البيض يبقى سخن لما اخلص. مش مشكله ملحوقه. انا هحط العيش يتأمر هنا كده. انا قطعت الجبنه زي ما انتم شايفين، وهغسل. والبيض خلص خلاص، بيخلص في ثواني اصلا. وهقطع بس شويه طماطم. هقطع نص الطماطمايه دي، بس الطماطمايه كبيره قوي. بس الطماطمايه دي ب2000 وون، كتير قوي، غاليه قوي بجد. انا لازم احاول اجيبها من حته ارخص شويه، لان الطماطم غاليه قوي عند المحل ده. مع ان المفروض يعني ان هو يكون من ارخص الاماكن اللي بتبيع الخضار وكده، بس واضح انه لا يعني. اوه، العيش هيتحرق. انا مش عارفه اشرح لكم قد ايه ريحه البيض بالسمنه والشهرزاد اللي شغاله دي حاسساني ان انا سافرت بالزمن وسافرت بالمكان وكل حاجه، وبقيت في مكان تاني دلوقتي. انا مش حاسه ان انا في كوريا خالص دلوقتي والله. عارفه انها حاجه غريبه، بس بجد ده اللي انا حاسه بيه. وانا عارفه ان انا لما هتسحر واكل الجرجير هحس بجد ان انا مشيت. شهر الطول، رمضان جانا. انا هحط البيض كده والجبنه والجرجير والعيش. وغالبا ده مش هيكفيني، بس هنشوف يعني. ايه ده، انا اصلا مش مصوره الحاجه. اهو يس، هو ده الاكل. اهو الاكل. هدور بقى على اي حاجه اتفرج عليها، علشان عايزه اتفرج على حاجه وانا بصحى.
في فيلم غريب كده شغال، انا هسيبه مش عارفه ايه هو وخلاص. الجبنه طعمها عامل زي الجبنه القريش كده شويه، بس حادقه، بس لذيذه يعني، بس محتاجه اخد ورا عشان هي تقيله قوي. والبيض جامد مع السمنه بجد، والعيش حسيته عايز يتقمر فحطيته يتقمر تاني. انا عندي امل ان الجرجير ما يتبلش كده بسرعه، انا حطيته فيه ميه وهشوف بكره ان شاء الله هيتبل اكتر ولا هيبقى صاحي اكتر، وعلى اساس ده هشوف انا هعمل فيه ايه. وهشرب ده الزبادي اللي احنا جبناه، انا جبت واحد بس في الاخر، قلت اجربه الاول، هشرب منه شويه، هو ناقص تلت ساعه فهشرب ده بقى وبعد كده اقعد اشرب ميه. ده طلع مش لبن رايب عادي، ده طلع اللي هو اللبن اللي هو بيبقى حادق، اللي هو بيتاكل لبن عيران يعني. كده هيعطشني، انا هاكل زبادي بقى. الحمد لله ان انا جبت واحده بس عشان طلع ده، وطلع اللي هو الحادق. انا هقطع شويه فراوله، وده الزبادي بتاعي العادي. هحطه هنا. انا مشغله فتافيت. الفتافيت دي كانت واحده من اسباب القنوات، واحده من القنوات. مش عارفه اتكلم. واحده من الاسباب اللي حببتني في الطبخ بجد. كان في بقى اللي هي بتبقى برامج اللي هي مش عربيه، فكانوا خلوني بقى يعني اشوف كده ingredients عمري ما شفتها في حياتي، وكنت بقى بشوف الاكل الاسيوي عامل ازاي والاكل الاجنبي عامل ازاي، مكونات كانوا بيستخدموا مكونات احنا مش بنستخدمها خالص. فقدرت اعرف بقى الحاجات ديت عن طريق البرامج دي، وكنت بقى بقعد الف في البيت ومش عارفه ايه. فعشان كده سبب رئيسي لحبي للطبخ هي فتافيت دي. انا بقطع الفراوله بطريقه عشوائيه كده عشان حاسه ان هي بقى طعمها احلى من ان هي تبقى متقطعه، مش حاجه عشوائيه. انا بحب الحاجات متقطعه عشوائي ساعات. احط الزبادي. متهيألي كده كفايه صح؟ غالبا مش هحتاج اكتر من كده، واحط كمان شويه عسل. ناقص 11 دقيقه فانا محتاجه انجز شويه. انا حاسه ان رمضان مش هيبتدي ولا حاجه، حاسه ان دي تهيؤات. مش هحط كتير بس كده. رمضان يعني فكرتنا دلوقتي ايام زمان، هنعتبر نفسنا دلوقتي في فتره الابيض والاسود. دلوقتي ناقص 4 دقايق، هقعد اشرب ميه بس. صباح الخير من اول يوم رمضان في كوريا. بس انا مشغله روتانا كوميدي. فيلم اسمه بنت الجيران، بس انا مش عارفه التفاصيل بصراحه. المهم ان انا هسلك شعري علشان هدخل اغسله، وبعد كده هنزل بقى اقابل صحابي عشان نفطر ان شاء الله. بس هو لسه بدري يعني، بس انا عشان باخد وقت لحد ما بعمل شعري فهبتدي من دلوقتي اسلكه. انا سلكت شعري خلاص وسعيده جدا بجد. اللي بالي بالك، انتوا مش متخيلين انا بحب الفيلم ده قد ايه بجد. الساعه دلوقتي 4:15 فانا هدخل بقى استحمى. انا بفكر البس القميص ده، وبفكر برضو البس عليه التوب ده، بس مش عارفه لو هيظبط بصراحه. انا لبست خلاص، واصلا ناقص مفيش حاجه على الفطار، فهاخد معايا ازازه ميه وهاخد معايا تمر، والمفروض ان احنا نتقابل في ايتاوان. هلبس الجاكيت والجزمه وانزل ان شاء الله. بجد الحمد لله ان الدنيا ساقعه، عشان انا من اكتر الحاجات اللي بتصعب عليا رمضان هو العطش. الجوع مش قوي، بتعود عليه بعد فتره، لكن العطش بجد بيبهدلني. فالحمد لله. انا غالبا كده هفطر في المترو وانا في الطريق. بس يلا بقى مش مشكله. بصوا خلاص الشمس، وانا لسه ما ابتديتش الطريق اصلا اللي بياخد ساعه. الجبل شكله جامد قوي. الدنيا كانت بتمطر، بصوا انا هقع عشان ببص على المطره. المغرب اتدن عليا وانا في المترو. شفتوني وانا بعمل تجربه جديده وبفطر في المترو في كوريا. انا بحب قوي المطعم ده علشان بشوف المنظر ده قبل ما اروح المطعم. بصوا بجد. هو اصلا المطعم اللي انا رايحه له هو بيتر، ده مطعم اردني. هي اصلا منا اوريدي هناك وطلبت لنا. وانا بقى رايحه ان شاء الله، بس مش مشكله، المهم ان انا رايحه، مش مهم ان انا متاخره صح.
مع اني مش عارفه كنت بعمل ايه. انا كنت قاعده في البيت غالبا عشان استحميت ونشفت شعري، فالموضوع خد وقت. بصوا بجد المنظر، انا سعيده جدا بالمنظر. انا اصلا كنت فطرت في مطعم بيترا ده رمضان اللي فات، برضو اول يوم رمضان كنت فيه، وبجد اول ما سمعت الاذان وكان في كمان اغاني رمضان كانت شغاله، بجد كنت مبسوطه قوي. بصوا هلال رمضان. اهو المطعم، بصوا السلالم. هموت. انت عارفه ما انا خدت بالي منك، كنت عماله تقولي لي يلا نطلب بقى، يلا نطلب بقى. سيلف كنترول عالي جدا. يلا بينا. كنترول على البتاع ده بقول لك شكلها جامد. بصوا ادونا شاي. دي كيكه. نعمل ايه؟ جانج. ماشي بالشاي. اوكي. جانج تاني. اوكي. يا لهوي ده بصوا منظر الاكل يا لهوي، مفيش حتى طماطمايه صح ربنا. ده مش انا، ده رمضان بجد والله. انا مسحت الصوت بس. كفايه بقى كفايه. احنا رايحين كافيه كليوباترا عشان نكمل الساعه عشان ما كناش كفايه. لسه في مكان في بطننا. اهو كليوباترا. دوسي. طاولة او فرنساوي. ده شاي سندوتش لفت. كبده. صوري مشروبات. انا طلبت كركديه، قهوه فرنساوي، شاي وضمنه ومحمد منير. بصوا كركديه. من الكركديه والكيكه. ما تاخديها على الترابيزه هناك وصوريها بسرعه. ده كده في وسط الاكشن اهو. طب استنى، انا قعدت العب طاوله واتسحلت، والساعه دلوقتي 12 لا لسه ما جاتش 12 الا ربع كده، ان شاء الله الحق المترو. بس انا سعيده قوي بصراحه. قولوا لي رايكم في الطقم عشان انا سعيده بيه جدا. بس انا الجاكيت ده مش عاجبني عليه، ممكن لما الدنيا تدفي شويه هبقى البسه لوحده من غير الجاكيت. انا كان نفسي في حاجه غريبه جدا. كان نفسي في بيض مسلوق وعليه صوص طحينه زي بتاع العربيات بتاعه الفول كده، فانا حاولت ان انا اعمله. حطيت طحينه وحطيت توم وده شبت، وحطيت ملح وفلفل وكمون وخل، بس ان شاء الله تبقى حلوه. وهحط كمان جرجير وهعملها ساندوتش بغض النظر عن المواعين، بس يعني ده اللي انا هاكله. الدنيا مكركبه جدا وانا متضايقه انها مكركبه، بس ان شاء الله هحاول افضي حته في الرف في الهيد بتاع ديت علشان اعرف احط فيها البتوع. انا مش عارفه اتكلم عشان انا جعانه. انا ممكن يكون بالنسبه لكم الوقت مش كتير، بس هو بالنسبه لي كتير. انا دلوقتي جعانه علشان خلاص اصلا الفجر ناقص عليه حوالي ساعه ونص، يعني الساعه دلوقتي 4 تقريبا، فانا كده بقالي كتير واكله. انا عملت كده البيضتين وكده هحط عليهم ملح وفلفل، بس انا مش هحط ملح كتير عشان كده الطحينه اصلا حطيت عليها كل حاجه تقريبا هبقى محتاجاها. نحط بقى الطحينه كده، لو احتجت تاني هبقى احط، يعني غالبا هستخدمها ان شاء الله يعني في حاجه تانية. و احط جرجير كده، ده يعني حاجه انا مألفاها من الحاجات اللي عندي. جرجير ده كتير قوي، حاسه ان هو هيغطي قوي على الطعم، يعني نسيب دول كده ونلفه بقى. انا سعيده جدا بالساندوتش، بشكل الساندوتش كل حاجه. هو البيت كله مبهدل، بس انا عندي لكتشر بكره ان شاء الله. وعندي لكتشر بعد بكره، فان شاء الله ناويه بعد ما اخلص التو لكتشرز دولت ارجع كده اظبط دنيتي تاني، علشان حاسه كل حاجه مبهدله حواليا، فانا محتاجه انظم كل حاجه، مش بس البيت، ومحتاجه انظم الحاجات اللي انا محتاجه اخلصها عشان الجامعه. انا اسفه. بحاول اشغل حاجه بس، فانا محتاجه انظم كل حاجه، فانا مستنيه ان شاء الله يعني يوم الخميس اخلص اللكتشر واظبط بقى كل حاجه باذن الله.
انا سعيده جدا. خصوصا أنا انهم ما عملت نسوش عزيمتك ليهم سلطه فواكه ويستاهلوا. بالزبادي انا والعسل، رايي ان برتقان وفراوله وعسل. لحد ما نكون